يا صباح الفل، عاملين ايه؟ رب تكونوا كويسين. وحشتوني جدا، شكرا جدا على تفاعلكم. بجد انا مبسوطة قوي اللي انتوا بتشجعوني، ربنا يفرحكم زي ما بتفرحوني. بصوا بقى، انا زرعة، حذروا فزروا انا زرعة ايه. واتفاجئت اللي هي طلعت كده بقى لها بالظبط اسبوع، واتفاجئت بجد اللي هي طلعت كده وكنت مبسوطة قوي. المهم طبعا سقيت الزرع ودخلت بقى علشان اعمل فطار. عملت كده ساندوتش جبنة بسيط وكوباية شاي بلبن، وقلت بقى اقعد افطر كده مع نفسي علشان اشوف ورايا ايه. بصوا بقى، انا زعلانه جدا لان الغساله بتاعتي بقى لها كام يوم كده عماله اسرب الصابون المسحوق يعني، وعماله تنزل الميه بتاعتها. فالمهم كلمنا الشركه فادونا ميعاد علشان يجوا يشوفوها، فلقوها ان الحله بتاعتها اتكسرت. مش عارفه بصراحه هو غلط مني ولا ايه، بس انا يعني محطتش فيها تقل زياده ولا اي حاجه. فالمهم الحمد لله اللي هي جت على قد كده. غيرنا الحلة وبصراحة كانت غالية جدا جدا، احنا اتفاجئنا بالسعر، بس كان لازم اللي احنا نصلحها. يعني انتوا عارفين ان الغسالة لازم تكون متواجدة والواحد ما يقدرش يستغنى عنها. يعني المهم صلحناها، وطبعا ما عرفتش اصور لكم والراجل بيصلحها وكده لاني ما بحبش اقف معاهم يعني، وجوزي كمان بيبقى موجود فما بحبش يعني اقف معاهم. هو بيبقى واقف وكده. المهم نزلت بقى، قلت اروق على نفسي علشان بجد كنت متضايقه قوي، بس الحمد لله على كل حال. نزلت بقى قلت اضيع ما بدهاش، وقلت افرح المشتريات طبعا انتوا عارفين اللي بيفرحكم ايه، اللي بيفرح البنات عامه حلويات زي كده. فنزلت بقى جبت شويه حاجات كده غريبه لقيتها في السوبر ماركت، فقلت ان انا اجربها. بس بصراحه انا خدتهم معايا المشروبات دي، خدتهم معايا لاخويا عشان اجربها معايا. مجربتوش، بس اللي بالفراوله ده طلع طعمه وحش جدا جدا. بالتفاح دوت طلع طعمه بس يعني كويس البطيخ والفراولة دوت انا لسه ما جربتهوش، فهجربه معاكم في الفيديو باذن الله، الفيديو الجاي. ونشوف طعمه مع بعض. عايزه اقول لكم بس بسكوت ده انا بعشقه، بحبه جدا جدا، وكنت مبسوطه قوي اللي انا لقيته لان كنت بدور عليه بقالي فتره وما كانش موجود في السوبر ماركت اللي تحت البيت. ففي حاجات كده معينه بتفكرني كده بايام الطفوله بقى وكده، معرفش هو ده طعمه بيفكرني بالبسكوت بتاع المدرسه اللي كانوا بيوزعوه. انا كنت بحبه جدا، وكنت بصوا بجمع من اصحابي لان هما ما كانوش ليهم فيه قوي، فكنت باخده بجمعه وبديه لماما، وكانت بتعمل لنا كده بسكوت بالشوكولاته بيبقى طعمه تحفه تحفه تحفه. وجبت بقى اللي هو الكيكه دي، طعمها حلو برضو. انا كنت بجرب الريد فيلفت وعجبتني، بس هي مشكلتها معايا اللي هي صغيره وبتخلص بسرعه جدا. وجبت كمان كوكيز، الكوكيز ده طعمه خطير، تحفه تحفه جدا. وجوزي اهو كان فاتحه من ورايا وكل منه، بس بالهنا والشفا. انا قلت اوريكم قبل ما اصوره يعني وكده، بس هو سبقني. المهم جبت برضو المشروب دوت، قلت اعمل كده هوت شوكليت بالمارشميلو كده بالليل مع نفسي وانا بتفرج على اي حاجه. بس هي دي المشتريات بتاعت النهارده. تعالوا نشوف عملنا اكل ايه النهارده. عملت بقى، كان بقالي كتير ما كناش سمك وسي فود وكده، فعملت جمبري باتر فراي بالسمنه، قصدي بالزبده والثوم والليمون، كان طعمه خطير. وكمان عملت كابوريا وسلطه ورز، وبجد الاكله كانت طعمها تحفه. قولولي بقى انتوا اتغديتوا النهارده علشان اغش منكم يعني، واعمل الاكله اللي انتوا هتقولولي عليها اعملها بكره تاني يوم.
خلصت بقى المواعين وظبطت دنيتي وقلت بقى اعمل فنجان قهوة كده، وهعمل ليا نسكافيه اشربه كده وانا بتفرج على اي حاجة. وبس كده يومنا خلص، ويا رب الفيديو يعجبكم واكون ضيفة خفيفة على قلبكم، ويا ريت تحطولي اللايك الجميل اللي بيفرحني وتكتبولي كمان كومنت. وبس كده، باي باي.